النهارده برجك بيقول لك ايه؟ ايدك على خدودك، اللط مع الخيبه والويبه. ابتدي. مجهز لك مفاجأة كبيرة؟ طب سيبني اسألك سؤال، انت مؤمن بالدين؟ طب ليه لسه بتقول القمر كان في الطالع؟ عشان كده النهارده مش هنزل، مش هتنفع معايا النهارده. بلاش. طيب انت مؤمن بالعلم؟ طب ازاي بتفتح النت او الجورنال تشوف برجك النهارده؟ مفيش فايدة، مفيش فايدة. الغريب اننا كلنا حتى اللي بيكذب الابراج عنده لحظة ضعف كده ويفكر بينه وبين نفسه، مش يمكن صح؟ الحكايه بدات من السما. اقول لك تعال نرجع لاول صفحه في القصه، بس قبل ما اقول لك احب اقول لك انا مين واحنا هنا بنعمل ايه. انا عبد الرحمن وده مستر ليه. سؤالنا واحد، بنرجع الاسطوره لاصلها وبعدين الدين والعلم يكملوا الحكايه. لو عجبتك الخلطه اعمل لايك وشير وسبسكرايب ويلا نخش في كده. الابراج بدات في حضاره بابل حوالي 2500 سنه قبل الميلاد. البابليين قسموا السماء ل 12 جزء وكل جزء فيه مجموعه نجوم، وقالوا ان النجوم دي هي اللي بتحدد مصير الانسان. المصريين كمان ربطوا النجوم والكواكب بالزراعه والنيل، يعني نجم الشعري مثلا كان ظهوره معناه ان فيضان النيل قرب. يعني ببساطه تقدر تقول كده ان النجوم كانت نشره جويه وسوق البورصه في وقتها. العرب قبل الاسلام كانوا اسياد في علم الفلك، كانوا بيستخدموا النجوم عشان يحددوا اتجاهاتهم في الصحراء ويحددوا حتى مواسم المطر والقوافل بتاعتهم عشان تسافر. بس كمان بعض القبائل النجوم دي ارتبطت عندهم بالاعتقاد وانها ليها تاثير مباشر على حياتهم، يعني لو نجم معين ظهر المطر هينزل، لو نجم معين ما ظهرش هيحصل جفاف. والعرب سموا كمان النجوم دي باسامي من حياتهم اليوميه، يعني اسامي زي الثريا، الجوزاء، سهيل وابراهيم وبيومي وبلبل وباهر، ومواسم كامله مبنيه على ظهور النجوم دي. لما الاسلام نزل وضح ان النجوم ليها وظائف معينه، انها زينه للسماوات، رجوم للشياطين، علامات الناس تهتدي بيها في الطريق، لكن مش وسيله انك تعرف بيها الغيب. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من اقتبس شعبه من النجوم قد اقتبس شعبه من السحر زاد ما زاد. يعني ببساطه يا صديقي المعنى انك كل ما تغرق في التنجيم كل ما تدخل اكتر في الخرافه والسحر. العلم الحديث شاف ان الابراج مبنيه على الوهم، بس علم النفس لها تفسير. احنا بنصدق الابراج عشان بنحب نسمع وصف عام اننا مميزين، بنفتكر المرات اللي البرج كان فيها صح وننسى باقي المرات اللي كان فيها غلط. والاهم من كل ده الابراج بتديك احساس ان في نظام وان الحياه مش ماشيه بعشوائيه. احنا كعرب قبل الاسلام استخدمنا النجوم لتحقيق خرافات واوهام، ودلوقتي احنا عارفين ان هي مش علميه وعارفين ان الدين بيحرمها، بس لسه بنقراها عشان الابراج مش مجرد تنجيم، دي مرايه بتعكس شخصياتنا، اننا نلاقي معنى اللي بيحصل حوالينا حتى لو المعنى ده مكذوب. في النهايه يا صديقي الخرافه بتديك قصه والدين بيديك يقين، اما العلم بيديك دليل، بس ولا واحد منهم قدر يلغي رغبه الانسان انه يلاقي معنى في السماء. ويبقى دايما السؤال، هل هنقدر نعيش من غير قصه نصدقها؟ يمكن الابراج مش بتقول المستقبل، بس بتكشف نقطه ضعفنا كبشر، اننا محتاجين نصدق ان حياتنا ماشيه بخطه مرسومه حتى لو الخطه دي مكتوبه بالنجوم في السماء. وقبل ما اختم معاك احب اقول لك اوعى تنسى ان كذب المنجمون ولو صدقوا، وفي روايه اخرى ولو صدفوا. وصلت لحد هنا يبقى عجبك الفيديو، واللي يعجبه الفيديو يدوس لايك، واللي اعجاب يتحول لاهتمام، والاهتمام يعني تشاركنا في التعليقات. ولو انت جديد معانا فعل الجرس وتابعنا وشوف الفيديوهات القديمه واستنى الجديد. كان معكم عبد الرحمن صالح وهنا مستر ليه. سلام.